نركن بقى من ماتش اوكلاند دوت خالص وركز بقى معايا عشان داخلين على مباراة كبيرة جدا. الاهلي مع سياتل الامريكي بطل الكونكاكاف في ربع نهائي كاس العالم للاندية، ومباراة صعبة مش سهلة. هنتكلم في حلقة النهاردة عن كل حاجة تخص الفرقة ديت. مبدئيا مين هو سياتل دوت اصلا، مشواره في الدوري الامريكي ومشواره في دوري ابطال الكونكاكاف، نقاط القوة والضعف الخاصة بالفريق واهم اللعيبة اللي عندهم والتشكيله المناسبه علشان نلعب بيها المباراه. جهز بقى كده المشروب بتاعك كده الجميل وتعالى علشان هنتكلم عن الاهلي وسياتل الامريكي في ربع نهائي كاس العالم للانديه. مبدئيا كده فريق سياتل دوت فريق امريكي بيلعب في الدوري الامريكي، اتاسس سنه 1974، قعد لمدة 9 سنين يعني لسنة 1983. وبعد كده زي ما تقول ان النادي دوت النشاط بتاعه مثلا اتوقف او النادي ذات نفسه اتوقف، ثم بعد كده رجع تاني النادي دوت اتأسس سنة 2007 ومسكهم مدرب امريكي وهو يعتبر من اساطير النادي دوت اسمه بريان شميتسر. باختصار كده الدوري الامريكي اصلا مقسوم بالظبط لمجموعتين، مجموعة بتسمى مجموعة الشرق ومجموعة تانية بتتسمى مجموعة الغرب. كل مجموعة بتضم 14 فرقة، وفريق سياتل دوت بيلعب في المجموعة بتاعة الغرب. طيب في الدوري الامريكي الموسم دوت هو عمل ايه؟ هو احتل المركز ال11 في خلال 34 مباراة لعبهم، فاز في 12 وتعادل في 5 مباريات وخسر في 17 مباراة. سجل في خلال ال 34 مباراة ديت 47 هدف، واستقبل في خلالهم برضو 46 هدف، واحتل المركز اللي هو احتله دوت اللي هو المركز ال11، وجمع في خلال 34 مباراة منهم بس 41 نقطة بفارق 26 نقطة عن المركز الاول. عشان الترتيب بتاعه السيزون دوت في الدوري الامريكي فهو اساسا مش مشارك في دوري ابطال الكونكاكاف السيزون دوت. كده عرفنا موقفه في الدوري السنه دي، تمام. تعالى بقى نتكلم عن موقفه في الدوري بس السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت هو احتل في مجموعه الغرب اللي هو فيها، احتل المركز الثاني وتاهل ساعتها لدوري ابطال الكونكاكاف. لعب في دوري ابطال الكونكاكاف دوت بالظبط 8 مباريات. ان هو بيبدا دوري ابطال الكونكاكاف ده عباره عن ان هو بيبدا من دور ال16 بتلعب فيه مباراتين ذهاب وعوده، ثم دور ربع النهائي اللي هو دور الثمانية مباراتين برضو ذهاب وعوده، ثم دور نصف النهائي مباراتين ذهاب وعوده، ثم النهائي، هكذا. فالواقع بتاع البطوله بتاعه دوري ابطال الكونكاكاف ده ان انت بتلعب 8 مباريات علشان تاخد البطوله، تمام. طيب هو عمل ايه بقى في خلال ال8 مباريات دولت؟ عايز اقول لك ان هو في كل دور بالظبط كان بيتعادل ماتش وبيكسب الثاني، يتعادل ماتش مثلا في دور ال16 ويكسب العوده، يتعادل في دور الثمانية ماتش الذهاب ويكسب العوده، يتعادل في دور نص النهائي ماتش الذهاب ويكسب العوده، او يتعادل العوده ويكسب الذهاب لغايه المباراه النهائيه. يعني هو في خلال ال8 مباريات بتاع السيزون اللي فات في دوري ابطال الكونكاكاف ما خسرش في ولا مباراه، 4 تعادل و4 فوز. من خلال بقى الارقام اللي احنا شرحناها ديت وانت كده عرفت ترتيبه في الموسم اللي فات في الدوري الامريكي، وعرفت هو عمل ايه في دوري ابطال الكونكاكاف السيزون اللي فات، وعرفت التدهور اللي حصل للفريق دوت في الدوري بتاع السيزون دوت، وان هو احتل المركز ال11 في المجموعه بتاعته اللي هي بتضم 14 نادي، واحتل في خلال الدوري ككله اللي هو بمجموع الشرق على الغرب المركز ال21 من 28. تعال بقى نتكلم عن فريق سياتل دوت ككل. فريق سياتل دوت القيمه السوقيه بتاعته بتفوق الاهلي ب 20 مليون يورو، فهو قيمته السوقيه 49 مليون يورو والاهلي 29 مليون يورو، واعلى لاعب عندهم هو لاعب خط الوسط وهو كريستال لوردن ب 6 مليون يورو. وديت اول مشاركه للفريق دوت في كاس العالم للانديه. والفريق دوت اخر مباراه رسميه لعبها كانت في شهر 10، اخر مباراه لعبها في الدوري الامريكي، ومن ساعتها ما لعبش ولا مباراه، لعب بس مباراتين وديتين من كام يوم بالظبط، يوم 28/1 اتعادل المباراه الاولى 0-0 وخسر المباراه الثانيه 3-2. فريق سياتل ليه كذا خطه بيلعب بيهم. مبدئيا كده عنده خطه اساسيه اللي هي بتكون 3-4-1-2، والخطه دي بتتغير على حسب المجريات بتاعه المباراه. ساعات ممكن تشوفه بيلعب بالخطه اللي هي كانت الطبيعيه بتاعه الاهلي اللي هي 4-2-3-1، وساعات بتتحول الطريقه ان هو يلعب ب 4-3-3. ركز بقى معايا واركن كل اللي احنا قلناه ده على جنب وتعالى في اهم الحاجات اللي هنتكلم فيها دلوقتي. قوه الفريق كلها بتاعه سياتل دي بتتركز في 3 عناصر مهمين جدا. مبدئيا وهو حارس المرمى، والتاني واحد وهو المهاجم اللي بيقوم بدور الجناح، والجناح
اللي بيقوم بدور المهاجم، فهو بيلعب في الاثنين بطريقه امتيازيه. رقم 12 وهو مونوتيرو، وعندك المهاجم الصريح رقم 9 وهو راؤول ريدياز. مبدئيا كده لازم نعرف ان حارس المرمى بتاعهم هو اشبه بالاخطبوط، سرعه رد فعل عاليه جدا وبيصد تصديات كبيره جدا ومهمه، ودايما بينقذ خط الدفاع اللي هنتكلم عنه في نقاط الضعف. الحارس دوت شغال معاك في اي حاجه، وعكس تماما حارس اوكلاند سيتي. لو ما استغلناش اي فرصه هتجيلنا ان احنا نسجل في الحارس دوت، فالماتش هيبقى رزل جدا وهيتصعب علينا بصوره كبيره. واتمنى ان احنا ما نروحش ضربات الجزاء عشان هو مميز فيها بصوره كبيره جدا. بالنسبه بقى اللاعب رقم 12 وهو مونيتيرو، اللاعب دوت انا اتفرجت على كم مباريات كبير جدا للفريق اللي هو سياتل دوت، وهو دوت انا شايفه ان هو اخطر لاعب موجود في الفريق ككل وفي المنظومه الهجوميه بوجه التحديد. خد عندك يا سيدي، مهاري جدا وبيعرف يعدي واحد على واحد بصوره مبهره، وبيستخدم عقله بصوره كويسه جدا. عارف ميتوما لاعب برايتون؟ هو بالظبط يعتبر نسخه منه في استخدام العقل لما بيجي يستخدم مهارته، وكمان بيعرف يرفع عرضيات بالمقاس جوه منطقه الجزاء. فباختصار كده ان هو لو ما اتمسكش كويس جدا هيسبب لك خطوره كبيره جدا. بيعرف يكسب ضربات جزاء، كسب اكتر من ضربه جزاء قدام الخصوم اللي هم كانوا بيلعبوها. واخيرا وليس اخرا التسديدات، فهو دقيق جدا في التسديدات. لما بيجي يشوط كوره وبيشوط كده الكوره وهو مش متوقعه، اللي هو يكون واقف كده مره واحده او الكوره جايه له تلاقيه وديها لك في الجون، بتروح بطريقه دقيقه جدا وبسرعه، واللي هو شايطها كصاروخ. من اهم اللعيبه حرفيا في الفريق. واخيرا المهاجم بتاعهم هو راؤول، فرغم كبر سن اللعيبه ديت اللي هو مونيتيرو دوت انت بتتكلم في 35 سنه وراؤول دوت بتتكلم في 32 سنه، الا انهم لعيبه جودتهم ذات نفسها مميزه جدا، ولعيبه بتستخدم العقل وبتجيب لك اهداف بطرق اللي هو انت تندهش ان هم جابوا اهداف من الحتت ديت. الجوده بتاعت الاثنين لعيبه ديت تقلقك وما تطمنكش. انت بتتكلم في اللعيب اللي هو مونتيرو دوت لاعب في حياته كلها 505 مباراه، بدا التشكيله الاساسيه بتاعت المباراه في 378 مباراه، ساهم في 219 هدف، ان هو سجل 168 هدف وصنع 51 هدف. وبالنسبه لراؤول فانت بتتكلم ان هو الاجمالي بتاع المباريات اللي لعبها كانت 415 مباراه، بدا اساسي في 335 مباراه وساهم في 216 هدف، سجل 200 هدف وصنع 16 هدف. يعني بتتكلم كده من الاخر في لعيبه متدربه كويس، لعيبه عندها من الخبره كتير جدا، لعيبه جودتها كويسه وارقامها كبيره تزعجك. بالنسبه لراؤول اللي هو المهاجم رقم 9 المهاجم الصريح، فهو من اللعيبه زي ما قلنا اللي تقلقك جدا، من اللعيبه الذكيه جدا جوه منطقه الجزاء، وبيعرف ان هو يستخدم عقله بصوره كبيره. دايما عنده حته لما يكون بيجري هو والدفاع وفي كره هتتلعب له اذا كان من الجناح اليمين او من الجناح الشمال، الخطوتين اللي هم بيرجعوا من ورا دولت اللي هم دولت اصلا بيبقوا الجون اللي بيعملها محمد شريف، زي ما عملها في مباراه الزمالك الهدف الثالث لما رجع الخطوتين لورا وحطها، زي هدف شادي حسين في مرمى الاسماعيلي. هو بيعمل الحته ديت في كل مره تقريبا بصوره ذكيه. والفكره بقى ان اول ما الكره بتجيله هي حرفيا بتلاقيها في المرمى، بيبقى واخد القرار ما بيفكرش مرتين، الكره بتجيله من هنا بيروح شايطها، بيتحرك صح جوه منطقه الجزاء. عشان كده المهمه بتاعت منعم ومتولي هتكون كبيره جدا في المباراه ديت، ولو نجحوا ان هم يوقفوا الخطوره بتاعت لعيبه سياتل وعدينا باذن الله من الفريق دوت، انا من جوايا هبقى مطمن شويه، واحنا ان شاء الله بنلاعب ريال مدريد في نص النهائي. فريق سياتل بقى ككل هو بيمتاز بالسرعه، وكمان التسديدات حل عندهم عند معظم لعيبه الفريق، بس الاكثر تسديدا ودقه هو مونيتيرو زي ما اتكلمنا. والحاجه الاخيره اللي هم برضو بيمتازوا بيها هي القوه البدنيه، بس ممكن الحاجه اللي هتخدمنا في الموضوع ده ان هم بقالهم كذا شهر ما بيلعبوش لان الدوري خلص ولسه راجعين، فما دخلوش في فورمه المباريات والبدني بتاعهم ما بقاش عالي قوي، عكسك انت اللي انت المفروض ان انت في فورمه المباريات وفي الجو بتاعها من ساعه ما بدا الدوري لغايه دلوقتي. كمشاكل بقى في الفريق فهم عندهم مشاكل واضحه جدا وظاهره جدا بالنسبه للدفاع وبالنسبه لنص الملعب. ضغط نص ملعب الاهلي على نص الملعب بتاعهم هيخليهم بيعانوا بصوره كبيره. وجود ديانج وحمدي ان هم يمنعوا ان اي كوره توصل من نص الملعب دوت للمهاجمين هيكون مهم جدا في المباراه ديت، ان هم يقفلوا كل زوايا الممرات بتاعه التمرير بتاعه اللعيبه بتاعه سياتل للجزء الثاني. ومن الاخر كده اللعيبه بتاعه نص الملعب بتاعهم تقدر ان انت تكسبهم وتاخد منهم الاستحواذ في معظم اوقات المباراه. بالنسبه لبقى الدفاع فركز كده وتعالى معايا عشان نتكلم. هم حرفيا عندهم مشاكل كبيره جدا 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 في التمركز الدفاعي. كل المباريات تقريبا وفي جميع الاوقات بتاعه المباريات
دايما اللعيبه بتقف غلط وبتسيب المهاجمين بتوع الفرق الثانيه بدون رقابه نهائيا. واقول لك على حاجه كمان، تقدر تاخد منهم ضربات جزاء كتيره وتحديدا من المدافع رقم 28 وهو جوميز. فريق سياتل في خلال 3 مباريات متتاليه في الدوري اتحسب عليه 4 ضربات جزاء، اي نعم صد منهم حارس المرمى ضربتين جزاء، بس دوت يوضح لك ان جوميز والفرقه كلها دفاعيا تقدر ان انت تكسبهم في حته ان انت ممكن تضحك عليهم وتاخد ضربه جزاء من خلال العشوائيه اللي هم كانوا ان هم بيبقوا موجودين فيها واتخاذ القرارات الغلط اللي هم بيعملوها. ولازم تعرف كمان ان التسديد مهم بس في حاله معينه. ايه هي الحاله ديت؟ الحاله المعينه ديت ان انت ما تبقاش مبين ان انت هتهيئ نفسك ان انت هتشوط. على فكره هم هيسيبوك ان انت تشوط عادي، واصلا الحارس بيبقى عنده مشكله مع الدفاع في الحته ديت، لان هو دايما مع كل كوره بتتشاط عليه هو بيصدها، بس مع كل كوره بتتشاط عليه دايما هتلاقيه بيقف بيزعل اللعيبه بتاعته ان هم سابوا اللاعب دوت يشوط. الفكره كلها ان اي كوره هتتشاط عليه وهي متهيئه وباين قوي ان اللاعب دوت هيشوط بنسبه كبيره، هو هيروح معاها وتوقعه ورد فعله للكوره هيطلعها. فعشان كده افضل حاجه ان اللعيبه بتاعتنا تعتمد على انها تشوط الكوره باللي هي مثلا جايه لك وانت بتشوطها مره واحده من غير ما لسه هتهيئ نفسك وهتهيئ وضعك ولسه هتبين للمدافعين وهتبين لحارس المرمى ان انت هتشوط. الكوره بتكون مثلا مرفوعه عرضيه وهتنزل مثلا على منطقه الجزاء، يبقى في لاعب واخد القرار مش هيفكر مرتين، مش انا هستلم ولا هلعبها للي جنبي ولا هلعبها للي ورايا ولا هاخدها وارجع بيها لورا ولا هلف حوالين نفسي ولا الكلام دوت تماما. انت تكون واخد القرار ان في لحظات معينه، وتحديدا اللي مثلا لو في ركنيه بتترفع والحارس خرجها وفي لعيب واقف على منطقه ال 18 اللي بتكون في اغلب الوقت ما فيش لعيبه من سياتل واقفه في الرقابه ديت، تقدر ان الكوره جايه لك في وسط الزحمه اللي تبقى موجوده ان انت تروح شايطها مره واحده في الجون، وباذن الله ممكن تكون سبب في الحته ديت من التسديده ديت ان احنا نجيب جول. فريق سياتل فرقه احسن من اوكلاند سيتي بمراحل، فريق قوي وسريع وعنده كذا لعيب الجوده بتاعتهم والخبره عندهم عاليه جدا. الفريق دوت عنده طموح ان هو يعمل حاجه، والتصريحات بتاعت اللعيبه بتاعته اللي هم اهم اللعيبه في الفريق ان هم بيقولوا ان هم جايين وباصين برده على كل مباراه لوحدها، وان هم عينيهم على نهائي البطوله. الفرقه ديت لو انت ما اديتهاش حجمها، الفرقه ديت لو انت ما عملتهاش ان هي فعلا فرقه كبيره ما تكبرهاش عليك بس تتعامل معاها بصوره كويسه، الفرقه ديت تحترمها وتنزل برده تأدي. انت برده النادي الاهلي، انت برده نادي كبير، ان شاء الله هتعرف تعمل معاها حاجه كبيره وتحسم التاهل ونروح لنص النهائي. لازم تعرف ان الفرقه ديت هي الفرقه الامريكيه اللي خدت بعد 22 سنه دوري ابطال الكونكاكاف. في خلال السنين اللي فاتت دي كلها ما كانش فيه فرقه امريكيه بتاخد البطوله. التركيز مهم جدا ولازم نستغل انصاف الفرص اللي هتجيلنا عشان ما نرجعش نندم بعد كده. ما ينفعش ان احنا نسيب لهم الكره، عشان لو الكره راحت لهم وراحت في الجزء الهجومي بصوره مستمره كل شويه هنبقى بنعاني. الضغط المتوسط بتاعنا ان احنا نبقى عارفين امتى نضغط وامتى ان احنا نسيب الكوره في نص ملعبهم، وفي نفس الوقت نمنع الممرات ان هي تعدي للجزء الهجومي. وان شاء الله مع غلطات نص الملعب ومع غلطات الدفاع بتاعهم نعرف ان احنا من كتر الضغط اللي احنا هنعمله ان احنا نستخلص الكوره ونوديها عند المنطقه بتاعه الهجوم بصوره كويسه، ونستغل دوت في ان احنا نسجل اكتر من هدف. والتشكيله المناسبه للمباراه ديت، فانا عندي بالظبط حاجتين ممكن يكونوا مناسبين جدا للمباراه ديت. الحاجه الاولى ان انت هتلعب زي ما هي بالظبط التشكيله بتاعه الماتش اللي فات في كل حاجه، بس هتختلف في المهاجم ان انت هتحط كهربا بدلا من محمد شريف. اول حاجه الثانيه ان انت هتشيل عمرو السوليه وهتحط حسين الشحات في المكان اللي هو بتاع رقم 10 دوت، وهتلعب بطاهر عشان تستخدم طاهر في الحته اللي هو البدنيه القوه بتاعته، ان انت يبقى عندك حد قوي بدنيا في الاجنحه بتاعتك، لان عبد القادر احنا عارفين مش هو القوي بدنيا، حسين الشحات مش القوي بدنيا. وجود طاهر في المباراه ديت مع حسين الشحات مع عبد القادر جوه محمد شريف او كهربا هيكون شكلك ساعتها كويس، وهتقدر ان انت تستخدم قوتك وعقلك ومهارتك وروحك وكل حاجه الاهلي ممكن يستخدمها قصاد الفريق دوت وقصاد الدفاع بتاع الفريق دوت. نقدر نكسب الفريق، احنا عرفنا قوته وعرفنا النقط بتاعه الضعف بتاعته، نقدر نتعامل معاها، تقدر ان انت تحد من الخطوره بتاع الفريق دوت وتمنع ان الكره توصل للعيبه ديت. وحتى لو وصلت لهم في لعيبه المفروض ان هي عندك قويه جدا، وثنائيه الدفاع يعني ربنا يبعد عنهم الاصابات مهمه جدا بتاعتنا ومميزه في الفتره ديت، منعم ومتولي هيعرفوا يتعاملوا بصوره كويسه مع اخطر اللعيبه اللي موجوده. وعلى الناحيه الثانيه الهجوم بتاعك يكون صح كده وفايق ويستغل اي فرصه تجيله عشان تسجل، لان دفاعهم انت لو اتعاملت ان انت تلعب عليه كويس وتلعب كوره بعقل واستغلال كل فرصه بتجيلك، تقدر تخلص المباراه ديت في خلال اول تلت نص ساعه وتريح نفسك من كل الهوجه اللي ممكن ندخلها. بس ولغايه هنا تكون ليله الامتحان الدسمه ديت بتاعه فريق سايتل الامريكي خلصت. وفي النهايه كده عايزك تقول لي رايك وتوقعك للمباراه والتشكيله المناسبه للبدء المباراه ديت،
ونفس الجمله اللي قلناها ليله امتحان اوكلاند سيتي، ان احنا ان شاء الله بكره نكون فرحانين بالتاهل للدور ربع النهائي، فباذن الله بكره نكون فرحانين بالتاهل للدور نصف النهائي، ونفكر بقى في مواجهه ريال مدريد. بس احنا بناخد كل مباراه لوحدها بس. ولغايه هنا تكون الحلقه خلصت. لو انت وصلت لغايه هنا وبتتفرج على اليوتيوب، فما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنعمله. ولو انت بتتفرج على اليوتيوب هتلاقي تحت في الديسكريبشن لينك البيج بتاعه الفيسبوك، روح تابعنا هناك عشان بنتفاعل هناك، والردود بتاعتنا بتكون مستمره، واي حد بيكون عايز يسال في اي حاجه برد عليه بصوره مستمره. وبس كده كالعاده في النهايه ما تنساش السلام.